10 خدمات مهمه بيقدمهم تطبيق حالا. مش بس كده، هنوضح كمان المميزات واهم التفاصيل اللي انت لازم تعرفها قبل ما تستخدم التطبيق، مع شويه خفايا كده ممكن تهمك. جاهز؟ يلا بينا. حالا ده ابلكيشن وكارت تقدر تقسط، تشتري، تحوش وتكسب فلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد صفا، عاملين إيه؟ يا رب يكون كلكم بخير. بيبدأ الموضوع كالعادة من إن إحنا بنحمل الأبلكيشن من اللينك اللي يظهر لك ده، وبتعمل حساب، وبكده تقدر تستخدم بعض خدمات التطبيق زي مثلا حالا جملة، ودي أول خدمة بيقدمها تطبيق حالا، واللي من خلالها تقدر تشتري احتياجات البيت زي الزيت والسكر والرز. واللي عجبني إن هي بأسعار تنافسية جدا، يمكن حاجات كتير أحسن من أسعار مثلا كارفور وأمازون، ودي ميزة قوية جدا خصوصا لو أنت طبعا مع المقاطعة. التوصيل بيكون ب 20 جنيه بس، كتير بيعملوا عليه عروض وبيكون مجاني. نيجي بقى هنا لجزئية الدفع. الدفع بيكون عند الاستلام أو بأي بطاقة بنكية، ولو الدنيا بقى مزنقة معاك ممكن تستخدم خدمة حالا تقسيط اللي هنتكلم عنها كمان شوية. تاني حاجة هي الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. من خلال تطبيق حالا تقدر تشتري حاجات زي غسالة، ثلاجة، خلاط، الحاجات دي يعني. كمان الإلكترونيات زي مثلا الموبايل وكل إكسسواراته. والأسعار بتكون تقريبا زي أسعار دريم 2000، والدفع بيكون بنفس الطرق اللي قلناها في حالا جملة. تالت حاجة هي حالا تحويش، ودي خدمة استثمارية كده بتشتري فيها زي يعني أسهم أو شهادات، وبيديك معدل فايدة سنوي حوالي 20%. الخدمة دي بتتقدم بالتعاون مع أزموت اللي هي تبع EFG هرمس. رابع حاجة في تطبيق حالا هي الجمعيات. هي شويه شبه ماني فلوس، او خلينا نقول اختها التوأم، وهي عموما ميزه مهمه لو انت يعني بتحب موضوع الجمعيات ده. والرسوم بتاعه الجمعيه بتختلف على حسب الدور اللي انت هتقبضه. يعني مثلا الادوار الاولى فيها رسوم يمكن بتوصل ل 20% تقريبا، وفي الادوار اللي في النص دي ما لهاش اي رسوم، يعني اللي هتدفعه هو اللي انت هتاخده. الادوار الاخيره شويه بتبقى شبه الاستثمار، لانك بتدفع مبلغ اقل من اللي انت هتقبضه بحوالي 11%. وعشان تستفيد من خدمه الجمعيه اللي في تطبيق حالا بترفع شويه اوراق كده زي اثبات الشخصيه واثبات الدخل. خامس حاجه حالا بيقدم والت او يعني المحفظه البنكيه، ودي بتتقدم بالتعاون مع بنك سيب. الخدمه متاحه لو انت حابب تجربها. سادس حاجه هي دفع الفواتير والشحن. ممكن من خلال تطبيق حالا انك انت تدفع فواتير زي الكهرباء والميه والغاز. ممكن تدفع فاتوره موبايلك او تشحن الرصيد، وممكن تدفع لجهات تانية زي مثلا مصر للطيران وجو باص. بس بصراحه الموضوع في ان او خلينا نقول ان هي نقطه سلبيه، وهي ان عشان تدفع الفواتير يعني او تستفيد من الخدمه دي بتدفع بس من خلال رصيد حالا، واللي انت لازم تنزل عشان تشحنه من خلال فوري. مش انا كده نزلت ما ادفع من فوري وخلاص. ممكن كمان تشتري كروت اللي هي بتاعه رصيد الالعاب، بس الحمد لله الدفع هنا بيكون من خلال كارت حالا او من خلال اي بطاقه بنكيه. ولو انت بقى مهتم بالاستثمار، فسابع ميزه في ابلكيشن حالا هي شراء الذهب بالتقسيط على 12 شهر. الشراء بيكون بسعر اليوم، بس انت مش بتستلم الذهب غير لما تخلص كل الاقساط. لازم تفكر كويس وتشوف ده هل مناسب ليك ولا لا. تامن حاجة لو انت عندك مشروع او بيزنس ومحتاج تكبره، حالا بيقدم لك قروض كده للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوصل ل 5 مليون جنيه، وفي مكان تاني مكتوب 15 مليون جنيه. كده بتقدم الطلب من خلال الابلكيشن، وهم بعد كده بيتابعوا معاك. ونيجي بقى هنا لنجم الحلقة وتاسع نقطة، وهي خدمة تمويل المشتريات او التقسيط. حالا بتقدم لك خدمه تقسيط، واللي ممكن تقريبا تشتري بيها اي حاجه، زي مثلا الحاجات الموجوده على تطبيق حالا زي جمله ماركت او الالكترونيات والاجهزه المنزليه، او كمان من اي شريك من شركاء حالا. طيب لو انت بقى عايز تشتري من حد مش شريك لحالا هتعمل ايه؟ تقدر تشتري من خلال الكارت مدفوع مقدما، وهنقول الطريقه كمان لحظات. الفوائد بتختلف على حسب المده والعروض. راجع اجمالي الاقساط بتاعتك كويس قبل ما تنفذ عمليه الشراء، وهم بيعملوا عروض كتير كويسه. لسه عاملين عرض قريب انك انت لو قسطت على 24 او 36 شهر ممكن تاخد خصم بيوصل ل 67%. طبعا الرقم بيختلف بعد حساب المده والفوائد زي ما قلنا. وعاشرا واخيرا هو كارت حالا المدفوع مقدما. ده كارت من نوع ميزه تقدر تضيف له رصيد من خلال اي ATM او من خلال انستا باي بال 16 رقم بتوع الكارت، وهنا الايداع بيكون بدون اي رسوم. وكمان ممكن تعمل ايداع عن طريق فوري بس بيكون في رسوم تقريبا 1%. الميزه بقى الكبيره في الكارت هنا انك انت ممكن تحول رصيد التقسيط الخاص بيك على الكارت وتشتري منه من اي تاجر حتى لو هو مش متعاقد مع حالا. الحد الاقصى لمعامله التقسيط عن طريق الكارت بتكون 50,000 جنيه. لو انت مثلا حولت ال 50,000 جنيه دول بس اشتريت ب 5000 جنيه بس، بقيه الفلوس بترجع على رصيد التقسيط في الابلكيشن وبتتحاسب بس على اللي انت اشتريته. لو ليك تجربه مع تطبيق حالا او عندك اسئله يا ريت تكتبها لنا تحت في التعليقات. ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تشوف فيديوهات اكتر زي دي. بس كده، تحياتي.